يلا رجاله نرجع ورا. حصل جوه في المجلس انه القانون لم يتم التصويت عليه وتم احالته مره ثانيه الى اللجنه التشريعيه والدستوريه. دي يعني فيها حركه بهلوانيه كده تشريعيه شويه، لانه لو كان احيل الى اللجنه التشريعيه والدستوريه باعتبارها لجنه المقترحات والشكاوى، وهي لجنه المقترحات والشكاوى فعلا، يبقى كانه رجع للمربع واحد ويبقى جمده. لكن هو ما قالش كده صراحه، هو قال احنا احلناه الى اللجنه التشريعيه والدستوريه ولم ياخذ تصويتا عليه في وسط يعني هتاف يعني مدوي من التيار المدني باطل. والزعيم كتله حزب النور كان واقف رافع اللائحه وبيقول لائحه، لكن بتوع حزب النور ما وقفوش انما سكتوا. انما هو يعني حزب النور والتيار المدني كانوا في اتجاه واحد ضد القانون ده. النهارده يعني هي ليها سببين. سبب عام خاص بالاسلوب اللي مجلس الشورى بيقوم بيه بمناقشه قوانين في غايه الاهميه وليست محل استعجال، وبتغير من شكل الدوله بشكل يعني حاسم وبشكل طويل المدى في ظل غموض مستمر ومسودات بتطرح يمين وشمال، ويعني حاله من التعتيم اللي بتتم على عمليه التشريع بيبقى نتائجها زي ما شفنا قبل كده قوانين غير مدروسه وغير محسوبه العواقب، قوانين ضرائب فيها مشاكل، وقوانين صكوك فيها مشاكل، وقوانين قناه السويس غير محسوبه. يعني حاله من الفوضى التشريعيه احنا معترضين عليها من حيث المبدا. اما في هذا القانون بالذات فده قانون من اهم القوانين اللي بتعرض على المجلس، ومره اخرى ليس فيه استعجال على الاطلاق، بيغير وبيؤثر في استقلال القضاء، في تبعيه التفتيش القضائي لوزاره العدل، في يعني خضوع القضاه لغير الهيئه القضائيه في عملهم. ودي مسائل خطيره جدا ولا يوجد فيها اي وجه للاستعجال على الاطلاق، والاقدر ان تعرض بشكل اكثر انتظاما على المجتمع وعلى الهيئات القضائيه وعلى المجتمع المدني عشان تصدر بشكل سليم. يعني دي وقفه من القوى الديمقراطيه المصريه، جاب منهم جبهه الانقاذ والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضا على القانون المقدم من قبل جماعه الاخوان المسلمين وحزب الوسط للسلطه القضائيه. هو في الاصل تغول من قبل جماعه الاخوان المسلمين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه. السلطه القضائيه نفسها نوادي الاداره في دي مناقشه المشروع، الجمعيات العموميه الاكبر محاكم موجوده في مصر زي محكمه النقض ومحكمه الاستئناف. في وعد من الدكتور محمد مرسي المفروض ان هو رئيس حكم ما بين السلطات للسلطه القضائيه بعدم تقدم المشروع. النهارده فوجئنا ان مجلس الشورى مصمم على انه يقدم المشروع، وانا عايز اقول ان ده مش قضيه جبهه الانقاذ الوطني ولا قضيه القوى الديمقراطيه، ده قضيه المواطنين المصريين كلهم. لو نجحت جماعه الاخوان المسلمين في تمرير قانون السلطه القضائيه زي ما هو معروض على مجلس الشورى، هيتم تزوير الانتخابات البرلمانيه، هيتم تزوير الانتخابات الرئاسيه القادمه لان مش هيبقى فيه اشراف قضائي حقيقي، وهتتمكن جماعه الاخوان المسلمين من ادخال عناصر مواليه ليها، وهتصبح السلطه القضائيه هي ملك التيارات السياسيه ما هياش ملك المواطنين المصريين. احنا النهارده جايين في وقفه قدام مجلس الشورى للتضامن مع اعضاء مجلس الشورى في التيار المدني ضد قانون السلطه القضائيه اللي هم مصممين حزب الاغلبيه ان هو يناقشه النهارده. الحقيقه يعني برضو عايز احط الكلام في سياقه ان احنا مش قضيه ان احنا بندافع عن القضاء بس، احنا دلوقتي بندافع عن القضاء. الشعب المصري بيدافع عن القضاء، بيدافع عن الجيش، بيدافع عن الكنيسه، بيدافع عن الازهر، بيدافع عن الاعلام. الشعب المصري بيدافع عن مؤسسات الدوله ضد النظام الحاكم اللي هو بمثابه المحتل. لو انا بدافع عن نظام فاسد او نظام ديكتاتوري طبيعي زي ما كان ايام مبارك، بنلاقي ان المؤسسات دي اصلا بتبقى تابعه للنظام والشعب بيبقى ضدها وضد النظام. انما في الوقت الحالي ده المؤسسات بتميل للشعب والشعب بيميل ليها، الاثنين مع بعض ضد النظام الحاكم وضد الرئيس وضد الاخوان، لان احنا حاسين ان هم بيسرقوا البلد باسلوب المحتل مش باسلوب الحاكم الدكتاتور ولا الحاكم الفاسد. الوقفه دي مع كل الاحزاب المدنيه لان القانون اساسا باطل، بيشرع من مجلس باطل باجراءات باطله. احنا مش هنسمح بتمرير هذا القانون ولو وصل المدى الى الاعتصام امام مجلس الشورى. هذا القانون مذبحه للسلطه القضائيه وغير مقبول نهائيا من التيار المدني. اذا كانوا عايزين يعملوا قانون استقلال القضاء فعليهم ان يرضخوا لما طلبه المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، وهو قانون مرسل اليهم بعد مؤتمر العداله.
احنا واقفين قدام مجلس الشورى في نفس الوقت اللي بيتم فيه مناقشه قانون السلطه القضائيه، وده قانون احنا شايفين ان هو قانون جائر وقانون بيسبب مذبحه القضاء. السلطه القضائيه دي سلطه من سلطات الدوله، وما اعتقدش ان على اي جهه من السلطات الاخرى سواء كانت سلطه تشريعيه او السلطه التنفيذيه ان هي تجور عليها بنفس هذا الشكل. اللي احنا شايفينه ان جماعه الاخوان بتحاول تستحوذ على كل حاجه من مؤسسات الدوله، ولان هي مش قادره حتى الان ان هي تدخل جوه السلطه القضائيه، فبتحاول تصدر قانون يعني يذبح السلطه القضائيه او يعمل مذبحه للقضاء. في نفس الوقت ان القانون ده بيتم مناقشته في الظروف اللي البلد فيها ديت كلها، واحنا شايفين ان ديت حاجه مش طبيعيه، المفروض انها تنتظر شويه حتى الامور تهدأ في البلد. مجلس الشورى اللي المفروض منتخب من 7% من الشعب المصري هو اللي هيحط القانون زي كده، واعتقد ان ديت نسبه لا تصلح بالمره ان هي تحط قانون بهذا القوه وبهذا التاثير على البلد كلها. وبالتالي احنا بنطالب ان هو يتم تاجيل مناقشه قانون السلطه القضائيه حتى انتخاب مجلس نواب جديد. احنا موجودين النهارده عدد من الاحزاب، واعتقد ان في ناس، المشكله ان الناس مش قادره تدخل في يعني اسوار موجوده في كل حته، وفي بوابات امنيه موجوده في كل حته بتمنع اي حد ان هو يجي يعبر عن رايه قدام مجلس الشورى. وانا اعتقد ان ديت جريمه اخرى تضاف الى جرائم النظام اللي موجود، ان هو بيحاول يمنع اي تعبير عن راي مختلف عنه. احنا مستمرين وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده.